الله كهاتف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله، وبعد. تقدم بجزيل الشكر والعرفان باسم جمعية الإيطار للغاية والتنمية بقطاع غزة بجزيل الشكر والعرفان والتقدير من وقف الأيتام في تركيا على جهودهم الجبارة والمباركة في خدمة إخوانهم في غزة وفي كفالة الأيتام لدينا. فبفضل الله سبحانه وتعالى لدينا 100 يتيم مكفولين بواسطة إخواننا في وقف الأيتام في تركيا، وهذا العطاء وهذا العمل وهذه الجهود الطيبة المباركة من إخواننا في وقف الأيتام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العطاء وهذا العمل في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة. فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذه الجهود الطيبة يقف هؤلاء الأيتام وهؤلاء الأسر المحتاجة يقدمون الشكر والعرفان لإخواننا في تركيا على هذا العطاء. إخواننا في ظل هذه الظروف الصعبة وهذا الحصار الخانق على قطاع غزة، ونظرا انتشار الأمراض بعد الحروب الثلاثة التي خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة، هنالك عدد كبير من الأيتام موجودون هنا في قطاع غزة بحاجة إلى كفالة وبحاجة إلى من يقف معهم في ظروفهم الصعبة والحصار الممتد منذ 12 عاما على قطاع غزة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير الوقوف مع هؤلاء الأيتام ونوفر لهم كفالة شهرية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم. وأيضا نشكركم على هذه الكفالة والمبلغ الذي يصل هؤلاء الأيتام، لكن نظرا للظروف الصعبة والحصار وأيضا نظرا للوضع الاقتصادي الصعب، المبلغ الذي ترسلونه مبلغ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا العطاء وهذا العمل، لكن نحتاج منكم أن ترفعوا من هذا المبلغ. نظرا لهذا المبلغ قيمته بسيطة لكن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لكن نأمل منكم أن تزيدوا في هذا المبلغ وأن ترفعوا من هذا المبلغ لكي توفروا احتياجات للأسر وللأيتام هؤلاء نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي عطائكم وأن يرفع من شأنكم في الدنيا وفي الآخرة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا اليتيم بشار إسماعيل الداع. نشكر وقف الأيتام تركيا على كفالتهم لنا، وبارك الله فيكم. أنا أثناء ناصر العنجل أشكر الكفيل على كفالته للأيتام، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أطفال وأيتام قطاع غزة، نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان وقف الأيتام تركيا، وجزاكم الله خير الجزاء على كل ما قدمتموه لنا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وندعو الله عز وجل أن تكونوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام